اهم مشكله بتواجه مدربين الاهلي وهي ان هو يفهم طريقه وطبيعه اللعب في افريقيا. الاهلي النهارده مع يسترب قدام الجيش الملكي بيبدا بنفس طريقه اللعب بنفس التشكيل بنفس الضغط العالي. الاهلي النهارده على مدار الشوط الاول شكله ما كانش وحش، قدمت ماتش كويس وبدات بنفس طريقه لعبك ولعبت كورتك عادي. كان المنتظر ان يسترب ينزل يستنزف الفرقه اللي قدامه او يستنزف الجيش الملكي بدنيا، وفي الشوط الثاني يقدر يلعب كورته، لكن برضه ما اثرش عليك بشكل سلبي. قدرت ان انت توصل باكتر من كوره وكنت تقدر ان انت كمان تسجل، ولكن زي ما قلنا هنفضل نعيد ونزيد ونكرر تاني، محتاجين مهاجم واثنين مدافعين. وبعد ما لعبت بطريقه ان افضل طريقه للدفاع هي الهجوم، قدرت ان انت تفتح الملعب بشكل قوي وتلعب كورتك، ولكن برضه طول ما انت ما بتقدرش تتعامل مع التحولات اللي بتتعمل عليك لازم هتتعاقب. ولكن الاهلي نزل الشوط الثاني وترب عمل شويه تعديلات في طريقه اللعب، وده خلى الاهلي اداؤه يتحسن بشكل كبير. وكمان التغييرات كانت مهمه جدا، تغييره محمد بن رمضان اللي من اول لمسه ليه عمل اسيست لتريزيجيه، فقدرت ان انت تسجل التعادل. عملت ماتش كبير وضيعت فرص كتيره، ولكن برضه نفس المشكله وهي ان انت ما عندكش مهاجم يخلص لك فرصه شريف اللي جات له لما الكره اتقطعت في نص الملعب غلط. الفرصه دي لوحدها كافيه تغير مسار الماتش كامل. نيجي بقى بعدها للنقطه الثانيه وهي ضربه الجزاء الوهميه اللي اتحسبت، اللي محدش يعني لو حد يعرف يا جماعه اتحسبت ليه يقول لنا. غير كمان ان هي وهميه واتحسبت، الكره كمان بعد ما اتلعبت وشوبير صدها وخبطت في العارضه المفروض اصلا كانت تتعاد، لان لو شفت هنا انت بص في كام لعيب جوه ال 18 قبل ما الكره تتشاط، ولكن الحكم لا ارى لا اسمع لا اتكلم. حتى كلنا شفنا في الاستوديو التحليلي بين الشوطين يعني وائل جمعه كان هيقوم يدور فيهم الضرب بسبب ان هي فضيحه، يا ضربه جزاء فضيحه فعلا. ولكن كمجمل قدرت ان انت تقدم ماتش كويس، قدرت تطلع بنتيجه ايجابيه. انا من وجهه نظري شايف ان التعادل 1-1 في الظروف ديت في الماتش ده ان انت طالع بنتيجه ايجابيه، ان انت كمان ما خسرتش، قدرت تفرض سيطرتك في اغلب اوقات الماتش، قدرت كمان ان انت تلعب كورتك المعتاده اللي بقالنا فتره متعودين عليها مع يسترب. ولكن برضو وده مش انتقاد، لازم يسترب محتاج ان هو يفهم طريقه وطبيعه اللعب في افريقيا، ولكن احنا واثقين ان يسترب هيقدر يفهم النقطه دي وهيقدر يشتغل عليها. انت بتتكلم النهارده في ان ترب نزل يلعب الماتش اكنه على استاد القاهره عادي، بنفس الطريقه بنفس كل حاجه بنفس التشكيل، ولكن تعادل مهم قدام فرقه رخمه وقدام جمهور كمان رخم وصعب جدا. وكلنا شفنا الشغب اللي حصل والحاجه اللي اتحدفت، وليد صلاح الدين مسكها ورفعها عشان الجمهور يصورها، وكمان اتكلم مع الحكم في انه يثبتها في تقريره. فنتيجه ايجابيه انك بتخرج بالتعادل وكمان بتتصدر المجموعه بعد تعادل يانج افريكانز والشبيبه. ولكن نتمنى يا اهلي ما تخليناش نمسك الاله الحاسبه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.